هل محمد حوارات فعلا ظلم أبو زياد لما أظهر نيرة ورماس وهم متأثرين ومتعلقين بيه؟ محمد حوارات خلاص ارتبط والعروسة ومامتها ظهروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ما شاء الله محمد حوارات بقى يعني اللهم بارك. ارتبط بكل المقاييس وكل الفيديوهات خلاص. من أول دليل إن هو صاحبه أو المغني اللي بيغني له في الإمارات ده قال له ألف ألف مبروك يا محمد، وخلاص العريس المنتظر. تاني حاجة كمان إنه نشر صورة طنط أهي أو الحاجة دي، وقال ماما الحاجة ومبسوط إني شفتك أوي في دبي. المفروض إن احنا هنقعد دلوقتي علشان ناكل فيه السمك بقى اللي انتوا شفتوه جوه ده. القعدة الجميلة دي لازم تتوثق بقى وتتصور. طبعا منور يا حس، منور الدنيا كلها حبيبي. منور يا دكتور. حبيبي حبيبي يا محمد، اشكرك والله. منور حبيب قلبي، والله العظيم مكان جميل، ويعني الصحبة جميلة والله بجد. حبيبي منورين. ربنا يوفقك يا محمد، وان شاء الله دي مامة العروسة، لان طبعا في مصريين كتير جدا عايشين في الامارات. بس هو كمان كان الازازة اللي بيشرب منها مكتوب عليها العين، فممكن يكون برضو في الامارة العين. ربنا يوفقه ان شاء الله ويكرمه. احلى فيديو كمان لما عملوا الزينة ويفرحوا العيال ولاد ام زياد، ربنا يفرحهم يا رب. اما بالنسبة كمان للي بيدعي عليهم او بيقول ان هم ظلموا او ظلموا ابو زياد، لا هم يا جماعة يعني احنا للأسف تيجي تشوف قناة أبو زياد تشوف محتوى يعني صادم. الواحد بيتصدم إن واحد بيتكلم بالله وبيتكلم بكتاب الله وبيتكلم بالقرآن وبيتكلم بالأحاديث، للأسف نلاقي كلامه صعب خالص. طب العيال هتحبك ازاي؟ العيال هترجع لك؟ وطبعا كل واحد فيهم ليه دراسته وليه مصاريفه وليه مثلا تعب المذاكرة، واحنا عارفين كمان الملخصات الخارجية، كمان المدرس اللي بيجي لهم البيت ده مش حاجة يعني ببلاش، ده حاجة يعني الدرس اللي بره بيبقى بكذا، الدرس كمان اللي هيجي دي يقولك عايز قناة ام زياد، ومش قناة ام زياد دي اصلا قناة اخواتها وبيصرفوا على العيال اهو.